أهلا بيكم معانا في حكاية جديدة من حكاوي هند التركي. ونبتدي منين الحكاية؟ تعالوا المرة دي نبتديها من الآخر وبعدين نرجع بيها فلاش باك. لكن قبل ما نقول أكشن، لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهاتنا. بقالنا فترة طويلة والعالم كله عايش في أزمة اقتصادية صعبة جدا، وده بسبب تداعيات فيروس كورونا اللي تسبب في انهيار الاقتصاد العالمي وأثر حتى على اقتصاديات الدول المتقدمة، ناهيك بقى عن الدول النامية والمكافحة اللي كانت أكتر المتضررين من الأزمة ومنها مصر طبعا. ويدوب العالم كان قايم يشم نفسه بعد ما خفت حدة الجائحة واترفعت القيود اللي كانت مفروضة بسببها، إلا وراحت قايمة الحرب الروسية الأوكرانية وخلصت على أي أمل لتعافي الاقتصاد العالمي بعد ما تسببت في أصعب أزمة غذائية ممكن العالم يشوفها في حياته. وده لما عطلت أكبر سلسلة إمدادات غذائية خاصة بالحبوب في العالم، لأن روسيا وأوكرانيا كانوا هما المصدر الأساسي لتلت احتياجات العالم من القمح والحبوب المختلفة قبل قيام الحرب اللي أوقفت صادراتهم، فارتفعت تلقائياً أسعار المواد الغذائية في العالم بشكل كبير، وتفاقمت الأزمات الاقتصادية العالمية أكتر وأكتر بدل ما تتعافى. وبما أن مصر من أكبر مستوردي القمح عالمياً، كانت من أكتر الدول اللي اتأثر اقتصادها سلبياً بالارتفاع ده، وبقت حاجتها ملحة جداً لطلب قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، وده معناه طبعاً حتمية لجوءها لبرامج تقشفية وتعويم للجنيه، وبالتالي ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار على المواطنين اللي قعدوا يجي 30 سنة أيام مبارك بيسمعوا من الحكومة عن خطط خمسية بعدها خطط خمسية هتقضي على المشكلة من غير ما يحصل أي تغيير. وحتى كلام أصحاب الكرافتات الشيك في البرامج التلفزيونية عن الاقتصاد والديون وخدمة الديون ما كانش فيه تغيير، بما فيه المصطلحات الاقتصادية الفخمة الضخمة اللي بيستخدموها في تبرير لجوء الحكومة للقروض وزيادة الديون وأعبائها على المواطنين. التغيير الوحيد اللي كان المواطنين حاسين بيه وعايشينه فعلا هو إن ضغوط الحياة كانت بتزيد عليهم مع كل زيادة في التضخم اللي بيرفع أسعار كل حاجة حواليهم، ولأنهم مش فاهمين أصل الحكاية فلسان حالهم دايما بيقول وأنا مالي يا لمبي، أنا لا أخدت قروض ولا أعرف ديون ولا ليا في ده ولا في ده، شوفوا مين اللي عمل كده وخدوا منه الفلوس وسيبونا نعرف نعيش. وطبعا الكلام ده بيوضح إن في فجوة كبيرة جدا موجودة بين متخذ القرار والشعب اللي مش فاهم إيه مبرر القرار اللي هيتنفذ في الأول والآخر عليه هو. علشان كده قررنا نحكي لكم إمتى بدأت حكاوي مصر مع الديون ومين بدأ أول حكاية. ركزوا معايا لو سمحتم، وصلنا للفلاش باك. علاقة مصر بالديون بدأت من أكتر من 200 سنة، وبالتحديد في بداية القرن ال19 أيام حكم محمد علي اللي استمر من سنة 1805 لسنة 1848. في عهد محمد علي حصلت في مصر أزمة اقتصادية كبيرة جدا، ورغم كده أصر على رفض كل القروض اللي اتعرضت عليه من الممولين الأجانب لأنه ما كانش بيستريح قوي لفكرة الاستدانة من الخارج، واختار يقوم بحزمة إجراءات اقتصادية داخلية. وبالفعل نجح في تطوير موارد الدولة وأنهى حكمه والخزانة المصرية فيها 90 مليون فرنك، وده بعد ما كان مستلمها وفيها 4 مليون فرنك بس. وحكم مصر من بعده ابنه سعيد باشا. وهنا بقى يا صديقي بنوصل للزتونة، لأن مصر عرفت في عهده طريق الاقتراض الخارجي لأول مرة في التاريخ. سعيد باشا كانت توجهاته عكس والده تماما، وتوسع في الاقتراض لدرجة إنه ساب الحكم ومصر غرقانة في الديون اللي وصلت معاه ل 11 مليون جنيه استرليني. وتولى بعده حكم مصر الخديوي إسماعيل، وده بقى توسع في القروض بشكل أكبر بكتير وبوتيرة سريعة جدا، فوصل الديون ل 126 مليون جنيه استرليني. وعجزت مصر عن الوفاء بالتزاماتها في نهاية سنة 1876، وأعلنت إفلاسها للمرة الأولى في التاريخ. وعينت الدول الدائنة مراقبين على إيرادات ومصروفات الحكومة المصرية لضمان سداد المديونية، وكانت النتيجة النهائية هي الاحتلال الإنجليزي لمصر سنة 1882. وفي النص الأول من القرن العشرين نجحت مصر في الاستفادة القصوى من الحروب العالمية الأولى والثانية اللي عطلوا إمدادات القطن الأمريكي لأوروبا وباقي العالم، فانفتح الطريق للقطن المصري وحقق أرباح طائلة وصلت ل 500 مليون جنيه، وانخفضت الديون المصرية ل 26 مليون جنيه استرليني. لا، والأكتر من كده إن بريطانيا أصبحت مديونة لمصر ب 430 مليون جنيه استرليني. وكمان نجحت مصر في تحويل باقي ديونها الخارجية لديون داخلية لما أصدرت بقيمتها سندات مالية وباعتها للمصريين. وبدخول مصر الحقبة الرئاسية بعد ثورة 23 يوليو تولى الرئيس جمال عبد الناصر الحكم سنة 56، ومصر ما كانش عليها أي ديون خارجية، استلمها وهي صفر ديون. لكن الديون بدأت تتراكم من جديد مع تتابع الحروب اللي حصلت في عهده، من حرب اليمن لحرب 67 لحرب الاستنزاف اللي استمرت لسنة 70.
ورحل الرئيس عبد الناصر والخزانة المصرية كانت مديونة وقتها ب1.7 مليار دولار. وجي من بعده الرئيس السادات اللي استمر في الاستدانة لأنه كان محتاج تمويل ضخم يسلح بيه الجيش المصري لخوض حرب أكتوبر سنة 73. وبعد نهاية الحرب استمر في الاقتراض لإعادة بناء الاقتصاد اللي أنهكته الحروب المتتالية، وترك الحكم بعد حادثة اغتياله سنة 81. والخزانة المصرية كانت وقتها مديونة ب15 مليار دولار. ولما جه الرئيس مبارك مشي على نفس الكتالوج، وتضخمت الديون بعد ال10 سنين الأولى من حكمه من 15 ل 52 مليار دولار. وتوقفت مصر عن سداد التزاماتها الخارجية لغاية ما قامت حرب الخليج الثانية بعد احتلال العراق للكويت. الحرب دي بقى يا صديقي مثلت طوق النجاة لحكومة مبارك، وبسببها أسقطت الولايات المتحدة والدول الدائنة من أعضاء نادي باريس نص ديون مصر بعد ما تمكنت قواتنا البرية من إخراج الجيش العراقي من الكويت، فتراجعت الديون وقتها ل27 مليار دولار. وعلى نهاية ال10 سنين التانية من حكم مبارك نجحت حكوماته المتوالية في خفض الديون ل11 مليار دولار، وده قبل ما تعاود الارتفاع من جديد وتوصل ل 18 مليار دولار سنة 2004. واستمرت في الارتفاع لغاية ما قامت ثورة يناير 2011 وأجبرت مبارك على التنحي بعد ما وصلت ديون مصر معاه ل 34.8 مليار دولار. وفضل الرقم ده ثابت وما اتغيرش خلال ال 18 شهر اللي قضاها المجلس العسكري في الحكم، ورجع ارتفع تاني من جديد بعد وصول الإخوان المسلمين للسلطة في 2012. ووصلت الديون بعد سنة واحدة من حكمهم ل 43.2 مليار دولار لحظة خلع الرئيس محمد مرسي بعد ثورة 30 يونيو 2013. وفي الفترة الانتقالية اللي تولى فيها المستشار عدلي منصور الحكم استمرت زيادة الديون ووصلت ل 46.1 مليار دولار. ومع وصول الرئيس السيسي للحكم واجهت مصر تحديات كبيرة جدا وتكلفة عالية لمحاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار الداخلي في مصر. ومع استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية المتوالية في التأثير على الاقتصاد المصري استمرت الحكومة المصرية في الاقتراض لسد عجز الموازنة، فوصلت الديون ل 165.361 مليار دولار، وده كان في شهر مارس سنة 2023. وأخيراً أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير أعلنت فيه تراجع الدين الخارجي ب 633 مليون دولار في النص الثاني من السنة دي، وبالتالي تراجعت الديون ل 164.728 مليار دولار. ولهنا بقى خلصت حكايتنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش كالعادة تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهاتنا.